السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم اليوم معايا في فيديو جديد وخبر جديد. الخبر تاع اليوم راح يصدمكم. راح نشوفوا باللي ما بقاتش الثقة وما بقاش الامان في هذه الدنيا. ماشي نعمم، وانما راح تكتشفوا على هاني نتكلم في هذا الموضوع، تقول في هذا الكلام. ما تنسوش فقط لايك، اشتراك، تعليق. الله يخليكم اشتركوا في قناة يعني احنا عادك في 300 مشترك، يا ليت نطلعوها. المهم مرحبا بكم، ندخل مباشرة في خبر اليوم. المقاول من ولاية بويرة. هذا المقاول بين قوسين يعني كما احنا نقولوا بروموتور، يبني سكاني، يدير العمارات ويبني احياء والناس تخلصه بطبيعة الحال، ويكون هذا البروجي عنده سنة او سنتين ويسكنوا فيه الناس. يعني هذه باش نعرفوا بالعمل تاعه. هذا العمل اللي بان احنا، انما العمل اللي مازال ما عرفوش الناس الحمد لله اكتشفوه دروك، انه هذا الانسان احنا نقولوا يستغل الخدمه تاعه كبروموتور. بروموتور شي يدير؟ يحفروا، يديروا الساس، يطلعوا البيليات. الوغ هذا الانسان كان يخدم مع المشاودين، كي يروح يحفر على اساس باغي يبني، سواء في المكان ذاته ولا في مكان اخر. اول حاجه يعني داير يخدم مع المشعوذين. ثاني حاجه كان يستدرج الاطفال الزهريين، الاطفال اللي دائما نسمعوا باللي يختطفوهم ويجيبوهم قربان او يستعملوا دمهم او الله اعلم. يعني هذه الامور شائعه لكن حقيقيه، للاسف هذه الامور حقيقيه. كيفاش راح؟ اول حاجه واحد البنت كانت تلعب هي والاخت تاعها تحت المسكن تاعهم في الحي كيف الأطفال كلهم. حاول هذا الإنسان أنه يستدرجها ب عطاها يعني هكا، عيط لها قال لها هاكي باش تشري، روح الحانوت فلاني وشري. هذيك الطفلة سبحان الله العظيم ربي كي يبغي يحفظهم وما كتبلهاش هذا يعني هذا المكتوب. الحمد لله الشيرة ما مشاتش، حتى الأخت تاعها ما مشاتش ولا قالت لها أي روح نشري ولا. الحمد لله يا ربي، يعني كانوا من النوع فطن، وهذا كل شيء مكتوب بالله. كيفاش طلعوا؟ يعني ما سالوش عليه وفلتوا له. هذه اول ضحيه. وزيدكم بزياده هذا الانسان كي راه يستدرج طفل او طفله راه يكون عارف الاسماء نتاعهم، وعارف وقتاش يخرجوا، عارفين يقراو، عارف يعني يجيب واحد دوسي كامل باش يروحوا اللهم عافينا يختطفوا هذوك الاطفال. اما بالنسبه للثاني نفس الشيء، كان راح يستدرج طفل، وهذاك الطفل ايضا نفس الشيء قدر انه يفلت له. وثالث ما مره يولي عليها اشتكاو، يعني حتى البنات هذوك يعني الناس شافوا وقالوا والديهم وهذا، يعني بقى هذاك الانسان مشتبه به. لكن الثالثه كيفاش اكتشفوه؟ راح ايضا استدرج طفل وقال له باش يبعد شويه هكا للمدرسه، كان في المدرسه، ويركب معاه في السياره باش يديه. والحمد لله يا ربي كانت المعلمه الطل من القسم الفوق، خبرت وفي نفس الوقت كانت تصور، والمدير خرج يجري باش يسلك هذاك الطفل، وهذاك السيد هرب. لكن هذيك المعلمه صورت رقم السياره وصورت يعني كل ما قدرت عليه تصوره، وتقدموا بشكوى أهل هذاك الطفل وحتى المعلمة والمدير، وبان باللي هذاك الإنسان راه استدرج أطفال من قبله. وهذا الإنسان يخدم مقاول يعني بروموتور، هو بروموتور ويخدم في نفس الوقت مع السحرة والمشعوذين ويختطفوا الأطفال. يعني هذا كي راه يحفر باش يجيب الكنوز ويبروفيتي بالخدمة تاعه لأن فيها الحفير عفوا، فيستغلهم. يروح يجيب هذوك الناس اللي يعرفوا هذا الطقوس الشيطانية، يجيبوا هذوك الأطفال يضحوا بهم، فهو ياخذ هذوك الأموال ولا يتقاسموهم، وفي نفس الوقت راح يبني العمارة تاعه. يعني شو نقولوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل في هذا المشعوذين والسحرة. إن شاء الله يا ربي ياخذ منهم الحق والعدالة. حكمت هذا السيد وحكمت عليه ب5 سنين. صراحة 5 سنين
قليلة في حقه، لأنه هذا الإنسان كان راح فيه تحرش جنسي، وكان راح يكون فيه اختطاف، وقادر يكون قتل يعني بطبيعة الحال. هذه هي قصة تاع اليوم. شنو نقول لكم؟ ربي يحفظ وليداتكم، يحفظ وليداتنا، خليوهم دائما منبهين، ما تهضروش مع الغريب، ما تبعدوش على البيت. اذا كانت الطريق فارغه ما تبعثهمش يشروا سيدي، ما كان له يلعب في الدار ويزعف في الدار، ولا يبكي في الدار، ولا يخرج برا وتبقاي انتي تسني وتعسي منه وتعسي منه. كانت هذا خبر اليوم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله يكون مفرح، خبر صار.